بغيت اليوم نهضر معاكم على داك النوع ديال القهوة اللي كيدوب في الماء، عرفناها كاملين، داك النوع ديكون فردت كتحطو في الكاس كتزيد عليه شوية ديال الماء سخون وكيدوب في ثانية. بصراحة شربت منه بحال كاع الناس، ولكن ملي شفت هاد الفيديو هذا صدمني بزاف. واحد الطبيب هز هاد القهوة هادي ودارها تحت المجهر، لقى فيها شي عجب، اش من كيدوب، اش من كيميكروب، اش من كجراثيم، شي حوايج لا يبقى يصدر. بعدا مشيت قلت بنفسي على هاد الميكروبات والجراثيم، تصدمت كثر. هاد المواد اللي قاتلوا في ديك القهوة تقدر تسبب لك السرطان في بعد الله يحفظ، تقدر تخلق لك مشكل في الهضم، وزد على انه تقدر ترفع لك مستوى ديال الشحوم في الدم بلا ما تحس. واخا كنا شربنا منها بزاف، ولكن ملي شفت الفيديو هذا بديت كنسول راسي علاش ديما هاد النوع ديال القهوه ديما رخيص. كتلقى قراعه عامره ومسدوده دايره من 15 درهم حتى 20 درهم، مقارنه بالقهوه الطبيعيه اللي خصك انت تمشي تطلع للسوق وتقلب عليها الشوب ديالها كيتقاموا عليك من 40 حتى 45 درهم، وزيد عليها خاصك الطحنه. دابا فهمتوا الرخص ماشي دائما تيكون زوين، يقدر يكون الثمن تاع الرخص هو الثمن ديال التحقيق. خوتي ما تقولش لكم حبسوا القهوه، يقول لكم ردوا البال شنو كتشريو، نقول لكم ان نصيحتكم ماشي لعب. اخوان شاركوا هذا الفيديو مع الناس اللي كتشوفهم كيشربوا هذا النوع ديال القهوه، راه غير معلومه صغيره ممكن تعاونوا انه يحمي صحتك. صافي الحال ما تنساوش المتابعه، ديروا لايك وديروا كومونتير وقولوا لي اش بغيتو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.